بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم قناة قسمي للرياضيات. إذن أرحب بتلاميذ السنة الرابعة متوسط. اليوم إذن بعد الدرس اليوم بإذن الله هو قواعد الحساب على الجذور. إذن بعد ما شفنا في الدرس الفارط تعريف الجذر التربيعي، راح اليوم بإذن الله نتطرق إلى قواعد الحساب على الجذور. فقط قبل أن أبدأ في الدرس أتمنى منكم الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. إذن على بركة الله نبدأ. بالنسبة للدرس تاع اليوم قواعد الحساب على الجذور، ففي ماذا نستعمل هذه القواعد؟ إذا لدينا قواعد في ماذا نستعملها؟ نستعملها في تسهيل عمليات الحساب. نستعملها في تسهيل عمليات الحساب. لما تكون عندنا عمليات تحتوي على جذور، هذه الخواص راح نستعملها بسطنا نبسط بها الحسابات. إذا نبدأ على بركة الله. أول قاعدة في قواعد الجذور هي عندنا جذر A في جذر B ماذا يساوي؟ يساوي الكل جذر A في B. إذا جذر A في جذر B تساوي جذر A في B. راح نديروا عليها مثال. مثلا هكذا. شوف مثلا لدينا جذر 5 مثال أي جذر. جذر 5 في جذر 3 ماذا يساوي؟ يساوي جذر الكل 5 في 3 وتساوي كم؟ جذر 15. نزيد ندي مثال واحد آخر. مثال جذر مثلا 3 في 3 هكذا. مثلا 3 في 3 حندو هكا. ما نديروش هذه. مثال واحد آخر نديرو مثلا جذر 7 في 4 ماذا تساوي 7 في 4؟ تساوي راح نبدو مثال واحد آخر. مثلا جذر 4 في جذر 7 ماذا تساوي؟ تساوي الكل تحت الجذر 4 في 7 وتساوي جذر 28. جيد. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الأولى جذر A في جذر B تساوي جذر الكل تحت A في B. منا الثانية راح نمشوا بالمقلوب من هذه لهذه. جذر الكل A في B هي نفسها هذه. جذر A في B نفسها جذر A في B. مثلا هذه راح نمشوا بالمقلوب. شوف راح نعكس هذا المثال. شوف جذر هكذا 4 في 7 ماذا تساوي؟ تساوي جذر 4 في جذر 7. راني مشيت بالمقلوب في جذر 7 وتساوي جذر 4 ما هو؟ هو 2 في جذر 7 وتساوي العوض اللي نكتب 2 في 7 نحذفوا هذه 7 باش ما نطولوش نقولوا هكا ننطقوا هكا 2 جذر 7. إذا 2 في جذر 7 هي نفسها 2 جذر 7. جيد. إذا القاعدة الأولى هذه هي. القاعدة الثانية وش هي؟ جذر A في جذر A تساوي A. لاحظوا جيدا جذر A في جذر A تساوي A. نديروا عليها مثال هنا. مثلا هكا نديروا هكذا. جذر 3 في جذر 3 ماذا يساوي؟ يساوي 3. كيف راح نشرحوها مليح. قلنا بلي جذر نطبقوا هنا. شوف هذه القاعدة اللي درناها. شفتوا جذر A في جذر A هي نفسها جذر A في جذر B. صح ولا لا؟ إذن شوفوا جذر 3 في جذر 3 تساوي الكل تحت الجذر 3 في 3 وتساوي جذر 9 وتساوي 3. أتمنى أنها واضحة. جيد. نروحوا للقاعدة الثانية. جذر A مربع في B. جذر A مربع في B تساوي A جذر B. كيف تحصلنا عليها هذه؟ راح نوريكم كيف تحصلنا على هذه القاعدة. جذر A مربع في B تساوي قلنا جذر A في B. A مربع هذه تبقى. إذا تساوي A مربع راح نفكوا الجذر في جذر B. هذه الكتابة راهي صحيحة. وتساوي ماذا؟ قلنا جذر A مربع هي عبارة عن ماذا؟ جذر A مربع هي عبارة عن جذر A رانا نطبقوا في الخواص اللي فات في جذر A في جذر B. صح ولا لا يا الولاد؟ شوف في جذر B وتساوي قلنا جذر A في جذر A. جذر A في جذر A ماذا تساوي؟ جذر A في جذر A تساوي A. إذن ها في جذر B وتساوي A جذر B. شفتوا كيف هنا وصلنا لهذه القاعدة؟ بدينا من هنا من هذه حتى وصلنا لهذه. شفتوا؟ إذن جذر A مربع في B تساوي جذر A في جذر B. جيد. أتمنى أن كل شيء واضح لحد الآن. إذن نواصلوا نروحوا للقاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة وش تقول لك؟ تقول لك جذر A على B الكل
على ب الكل تحت الجذر ماذا تساوي؟ نفك الجذر تساوي جذر على جذر ب، جذر على جذر ب. راح ندي مثال مثلا هكذا، نقولوا هكذا مثلا، راح ندي أي مثال مثلا ندو جذر، ندير هكا سهلة، جذر 9 مثلا على 25 تساوي راح نطبقوا القاعدة تساوي إذا جذر 9 على جذر 25 وتساوي نديروا هكا جذر 9 هو 3 و25 وجذر 25 هو 5، إذا تساوي 3 على 5. إذا هذه القواعد رايحين تحفظوها، لازم تبقى يعني تحفظوها باش تطبقوها في قواعد في الحسابات على الجذور. جيد، عندنا واحد الملاحظات يعني نقدر نكتب عليها هذه ملاحظات جد جد مهمة. وش هي؟ جذر، ركزوا مليح معايا في هذه الملاحظات. جذر A زائد B لا تساوي جذر A زائد B. ما نقدروش نقولوا جذر A زائد B تساوي جذر A وحدها زائد جذر B وحدها، هذه خطأ. راح نديروا أمثلة باش تبان. مثال، شوف عندنا جذر مثلا نديروا مثال مثلا جذر 4 زائد 5 لا تساوي، هل نطبقوا؟ راح نطبقوا، قال لك لا تساوي جذر 4 زائد جذر 5. راح نشوفوا هل فعلا لا تساويها ام لا. مش راح نبدل، شوف راح نبدل ندير عدد اللي نقدر جذر 4 خلوها، جذر 5 راح نقلبها 9، اذا راح نديرها 9 هنايا، اذا 9. اذا جذر 4 زائد 9 لا تساوي جذر 4 زائد جذر 9. راح نطبق نكملوا. إذا جذر 4 زائد 5 حنجمعوها عادي، جذر 4 زائد 5 كم تساوي؟ 9. لا تساوي جذر 4 زائد جذر 9، جذر 4 كم تساوي؟ تساوي 2 زائد جذر 9 كم يساوي؟ جذر 9 و3. جيد، إذا وجذر 9 نروحوا نكملوا الحساب، جذر 9 هنا كم يساوي؟ يساوي 3. فعلا 3 لا تساوي 2 زائد 5، 3 لا تساوي. إذا جذر 4 جذر A، إذا هكذا جذر A زائد B لا تساوي جذر A زائد جذر B. إياكم أنكم تغلطوا وتدير هذه الغلطة. عمرك جذر A في B تصلح، لكن جذر A زائد B مستحيل، لا تساوي. وهنا درنا على هنا المثال، درنا البرهان، درنا كمثال جذر 4 زائد 5، حسبنا هذه وحسبنا هذه، صبناها فعلا أنها لا تساويها. هي نفسها تعرف في الطرح، جذر A ناقص B لا تساوي جذر A ناقص. إذا راح ندي مثال مثلا جذر هكذا 100 ناقص 36 لا تساوي جذر 100 ناقص جذر 36. إذا رايحين نثبتوها. راح لاحظوا جيدا جذر شحال تساوي؟ 100 ناقص 36 تساوي 64. نعم تساوي 64. إذا جذر 64 لا تساوي جذر 100 شحال؟ هو 10، وجذر 36 هو 36 هو 6، لأنه 6 في 6 تعطينا 36. إذا جذر 64 شحال؟ هو 8، لا تساوي 10 ناقص 6 كم؟ 4. فعلا إذا فعلا القاعدة صحيحة. إذا هكذا نقول جذر A ناقص B، جذر A ناقص B لا يساوي جذر A ناقص جذر B. مفهوم؟ أتمنى يعني أن كل شيء واضح لي حد الآن. خلاص، إذا أثبتنا باللي جذر A زائد B لا تساوي جذر A زائد جذر B. وأيضا بالنسبة للطرح جذر A ناقص B لا تساوي جذر A ناقص جذر B. جيد، نروحوا لبعض الخواص راح نطرقوا لها، يعني طرقت لها من قبل بصح معليش نزيدوا نطرقوا لها اليوم. جذر الكل مربع يساوي جذر A الكل مربع يساوي جذر A الكل مربع هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جذر A في جذر A، وجذر A في جذر A ماذا تساوي؟ تساوي A. هذه هي الخاصية القاعدة اللي كنا نهضروا عليها، جذر A في جذر A تساوي A. جيد، جذر A مربع تساوي A. ماذا تساوي A؟ قال لك جذر A مربع تساوي A. كيف؟ يعني معناتها تولي لنا هكذا، جذر A مربع هي نفسها جذر A في جذر A وتساوي A.
جيد، أتمنى أنها واضحة. إذن من هذه واش نستنتج أنه جذر الكل مربع، معناتها شوفوها من هذه راح نستنتجوا أنه شوفوا جذر الكل مربع، هذو الخواص الكل تحتاجهم يا الولاد في الحسابات. تساوي أنا حنهبط تحت لأنه ما عنديش المكان، تساوي جذر مربع. هذه الخواص كامل اللي طرقناها اليوم، وهذه قواعد الحساب كامل اللي طرقنا لهم اليوم لازم تحفظوهم. انا نقول لكم حفظوهم على خاطر رايحين تحتاجوهم في الحساب على الجذور. اتمنى انكم يعني استفدتم من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.